ان اهلك ما يكونوش مرتاحين لها. يعني عايزين نتكلم شويه على الناس اللي هم ما نتجوزهمش. يعني دايما يقول لك مواصفات الزوج، مواصفات الزوجه. انا بقى عايزه اقول مواصفات اللي ما ينفعش يبقى زوج، ومواصفات اللي ما تنفعش تبقى زوجه. اوكي. المواصفات دي ايه يا جماعه؟ المواصفات دي من ضمن الحاجه اللي انا عايزه اتكلم عليها النهارده في البنات بقى. يعني النهارده هتكلم على البنت اللي ما ينفعش، يعني اوعى تتجوزها. اول حاجه وخلي بالك قوي ان اهلك ما يكونوش مرتاحين لها. يعني يمكن حد يقول لك ايه ده كليشيه قوي، لازم الاهل ساعات الاهل طبعا ساعات الاهل ما بيبقوش موفقين وفي استثناءات، لكن الحقيقي والطبيعي انه لو اهلك مش مرتاحين لها ما تتجوزهاش. طب والعكس؟ طبعا والعكس، لو اهلك مش مرتاحين له ما تتجوزيهوش. عاده دلوقتي في العصر اللي احنا فيه الاهل مش في ايدهم قوي سلطه انهم يقولوا لا، يعني لا هو ما ينفعش، ما ينفعش، بس هم بيقولوا رايهم. فيعني يستحسن يعني يا حبيبي ويستحسن يا حبيبتي، يعني خدوها في الحسبان انه اهلكم مش موافقين. دي حاجه بتبقى هم شايفين حاجه وبيكونوا 99.9 و9.999 بيكونوا عندهم حق. طيب هنقول حاجات محدده اكتر. طيب البنت اللي هي بتبقى تقول لك يعني ده انا اساعدك يا هناك، ده انا يا ابني، ده انا ملكه جمال يا ابني، انت مش فاهم انت ماشي جنب مين يا ابني، ده انت ازاي يعني غيران عليا وازاي تقول لي مش عارف ايه والبس ايه، ده لازم البس عشان انا جمالي ده من عند ربنا، ده لازم، دي نعمه، وانا حد يخبي النعمه؟ ده لازم الواحد يظهر النعمه ويفهم النعمه. تقلق شويه. طيب تحس بقى ان هي دايما بتنكد عليك، بالذات في اوقات اللي انت بتبقى محتاج سلام نفسي فيها. يعني مثلا رايح شغلك تنكد عليك، راجع من شغلك تنكد، خارج النهارده مع اصحابك وهي عارفه تنكد عليك، تبدا تحتد عليك، تبدا تتكلم، تتهمك اتهامات على طول. دي بتبقى بنت صعبه قوي قوي، وغالبا على المدى الطويل ما تنفعش. طيب طريقتها اجريسيف، طريقتها فيها حده وفيها عنف وبتتجاوز عليه صوتها وتزعق وتعمل وكده. بالذات لو طبعا لو هي اللي باديه، يعني ما تبقاش بترد العدوان بتاع حضرتك يعني. تمام. دي برضو تقلق شويه. طيب لو نبهتها ان انت ما بتحبش كذا وكذا وكذا، وهي بدل ما تصلحه لقطت انك انت ما بتحبش ده، يبقى هتعمله في الوقت اللي عايزه تضايقك فيه وكررت الموضوع ده، يبقى ما تنفعش خالص.